اقوم جايب كده. ازاي انجز اللي ورايا، ازاي اخلص الشغل اللي ورايا، ازاي اخلص المذاكره المتراكمه اللي ورايا. السلام عليكم. اول حاجه بقى لازم تكون عندك درايه بكل المشاكل اللي مسببه لك تعفن الدماغ، الاسترس. اقوم جايب كده، تقعد بقى تخلص الاسترس ده اللي وراك، بس ما تروحش للريلز يعني. يعني فضل الاسترس ده في الرياضه مثلا، في البتاع زي البتاع ده اللي انا جايب منه سجاده. النقطه الثانيه، لو انت عندك مشكله في النوم لازم تنام، لازم تنام. النوم مهم جدا 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 جدا. النقطه الثالثه هي لازم يكون عندي بلان، لازم يكون عندي ويكلي بلانر، التخطيط الاسبوعي. التخطيط الاسبوعي ده اهم حاجه واحسن حاجه في الدنيا، ومن خلاله هتقدر تنجز كتير. هات لك كده ورقه واكتب فيها ايه اللي وراك خلال الاسبوع ده. ما تكتبش احلامك لا، اكتب التاسكس اللي وراك. انا عندي امتحان مثلا اخر الاسبوع، فمحتاج اذاكر 2 شابترز مثلا. والله محتاج اشتري لحمه او محتاج اشتري حاجه من السوبر ماركت، فلازم هشتريها في اليوم الفلاني. فاحط البلان دي قدامي كده واوزعهم على مدار الاسبوع عشان اطبق كل ده بقى. البومودورو. البومودورو ده ايه؟ ده تكنيك، طريقه. خلاص، طريقه بتديك شغل راحه، شغل راحه. بتبتدي ان انت تشتغل شويه، وهو بعد كده بيديك البريك. من خلال العمليه دي بتبتدي ان انت تحس ان انت انجزت حاجات كتير جدا. بتحس بطعم الانجاز. ممكن تستخدمه، موجود على اي ابلكيشن، على اي نوع تليفونات، وبرده موجود في صوره فيزيكال. ممكن تشتروه مثلا من امازون او حاجه. حليتوا مشاكل او منعتوا المشاكل اللي هي بتسبب لكم تعفن الدماغ، او ابتدينا ان احنا نشتغل على الويكلي بلانر، او ابتدينا نشتغل بالبومودورو، بجزء كبير هتحل مشكله تعفن الدماغ اللي عندك، وهتنجز وهتحل في الامتحان وهتخلص الشغل اللي وراك، وبس كده.